هانتوما غتشوفوا الخدعة أو القلب اللي دايره الشركة في هاد الساعة ديال البوطة أو هاد ريغيلاتور دو غاز. كما غتشوفوا تابعونا باش تعرفوا على هاد الخدعة. السلام عليكم متتبعي قناة أفكار محمد، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. ففكرة اليوم عن هاد ريغيلاتور دو غاز أو كما كيتسمى بالدارجة المغربية السعة ديال البوطة، فهي موجودة في كل منزل. فربما في كل منزل غتلقى جوج أو ثلاثة من هادو، واكيد غتلقى جوج او ثلاثة من هادو خاسرين. يعني هاد الشيء معروف انه هاد الساعات مع الاستعمال كيضيعوا بسهولة. فيعني اليوم في هاد الفيديو غنتعرفوا على السبب اللي كيخلي ان هاد الريغيلاتور كيضيع بسهولة، على الرغم من انه يعني كاين واحد الجلدة في هاد الريغيلاتور كما كتشوفوا انه كتغير. كنقوموا بتغيير هاد الجلدة باش انه يعني تمنع التسرب ديال الغاز، لكن رغم ذلك كنلقاو انه كاين تسرب. فهنايا كنطرحوا السؤال، هاد التسرب ديال الغاز منين كيجي؟ مع انني غيرت الجلدة، واش من البوطة، واش من هاد الكلو يعني هاد البولون؟ فهنايا في هاد الفيديو غنتعرفوا على السبب اللي كيخلي انه هاد الساعة ديال البوطة يعني فيها تسرب ديال الغاز، او بمعنى اصح القالب اللي دارته الشركة باش انه يكون تسرب ديال الغاز. وكذلك غنتعرفوا على الحل. يعني كما قلت لكم واخا نغيروا الجلدة فكيبقى التسرب. هنايا الشركة دارت واحد القالب باش انه هاد الساعة او الريغيلاتور يضيع بسهولة، وتضطر انه نتايا تمشي تشري يعني ساعة جديدة. فتبعوا معايا هنايا باش نتعرفوا على القالب اللي دايره الشركة باش انه هاد الساعة تضيع بسهولة، وتضيع كذلك انت في 30 درهم 40 درهم وتمشي تشري ساعة جديدة. كما كتشوفوها هو الشركة دايرة هاد البولون في وسط هاد الساعة اللي ما باينش كاع نهائيا. كما كتشوفوها هو، وهنايا هو هاد الكلون كيتحيد بسهولة. يعني هنايا كما كتشوفوا هنا هاد الفيلطاج كيتركب فيه هاد البولون. هنايا المشكل اللي كاين وهو انه هاد البولون يعني ما دايرينلوش لا جلدة ولا تيفلون اللي غيخلي يعني الغاز ما يتسربش. التيفلون هو هذا راه معروف كيدار باش انه يعني ما يكونش التسرب ديال الماء او ديال الغاز. فهما كما كتشوفوا ما كاين حتى شي حاجه، يعني ما كاين لا جلده ولا تيفلون يعني كيكون اللي غتمنع التسرب ديال الغاز. هما شنو دايرين هنايا؟ واخدين هاد الكولا او هاد اللاصق ودايرينو هنايا عوض جلده وعوض هداك التيفلون اللي قلت لكم، ومركبين البولون بهاد الشكل. بعد ما غيزيروه كما كتشوف ها هو، هذا راه قالب باش ان هاد الريغيلاتور يضيع بسهولة ودايرين له جلدة. فهنايا شنو كيوقع؟ هنايا من بعد ما كتشري نتا الساعة كتركبها في البوطة، مع المدة حيد رد بدل البوطة كيولي هذاك الراس حتى هو كيتحرك. ها هو كما كتشوفوا كيولي كيتحرك، وهذيك الكولا كيمشي المفعول ديالها، وكتولي يعني تعيا ما تجيب جلدة أخرى تبدلها ودير جلدة أخرى
كتلقى انه هاد الساعة مازال فيها التسرب، وكتمشي كتشري ساعة جديدة وكيكون التسرب منها. وهاد التسرب راه كيكون من هاد الفراغ، لانه هاديك الكولا كتكون صافي المفعول ديالها مشى. هذا راه قالب كيديروه الشركة باش انه تشري هاد. وهنايا غنتعرفوا على حل باش انه نتايا تقتصد، وعوض ما ترمي هاد يعني هاد الساعة نصلحوها ونربحو هاديك 30 درهم 40 درهم. شنو غنديرو؟ غنجيبو هنايا هاد التيفلون، غناخدو منه واحد شوية وغنركبوه في البولون. كما قلت لكم هاد التيفلون راه معروف كيمنع التسرب ديال الماء او ديال الغاز او اي شيء. فغنركبوه هنايا في هاد البولون بهاد الشكل، ندوروه. هذا حل باش انك يعني تربح هذيك 30 درهم عوض ما تمشي تشري ساعة جديدة. انه لقينا السبب منين يعني كيكون التسرب. ها هو كنركبوها في المكان ديالها بهذا الشكل وغنزيروها. غنزيروها مزيان بهذا الشكل كما كتلاحظوا. هنا هو. هنايا ما غيكونش اي تسرب 100%. وغنركبو الجلدة ديالنا، نجيبو جلدة جديدة نركبوها، وغنركبو الساعة ديالنا في البوطة. وبهذا الشكل غنكونو يعني اقتصدنا واحد 30 درهم او 40 درهم عوض ما نمشيو نشريو يعني ساعة جديدة. كنتمنى يعني انه يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.